السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهر الأمازون هو تاني أطول نهر في العالم، واللي بيقع في قارة أمريكا الجنوبية مرورا بعدة دول. الغابات الاستوائية المطيرة اللي بتحيط بالنهر من الجانبين لغز حير كتير من العلماء، إنما الأغرب واللي هيدهشك أكتر هو وحوش نهر الأمازون. النهاردة هنتكلم عن أخطر وحوش نهر الأمازون. أهلا بيكم في معلومة على الماشي. لو أول مرة تشوفنا سبسكرايب وفعل الجرس علشان يوصلك جديدنا أول بأول. تمساح الكايمن الأسود أو البلاك كايمن يعتبر من أخطر مستوطني نهر الأمازون. الكايمن الأسود من عائلة القاطريات وأكبرهم، ممكن يوصل طول الكايمن من 4 إلى 5 أمتار، ووزنه ممكن يوصل لحد نص طن. الكايمن الأسود ليه جمجمة أطول وأعرض من أي تمساح تاني، حتى لو كانت المقارنة مع تمساح النيل، وده سر قوته اللي بيخليه يتربع على عرش مفترسات نهر الأمازون. بيتغذى الكايمن على الأسماك وكل الحيوانات البرية اللي موجودة في المكان. بيشكل الكايمن الأسود خطر شديد على الناس اللي بتعيش في المنطقة. في الفترة من 2008 ل 2013 تم تسجيل 42 حالة هجوم للكايمن الأسود على البشر، وتم تسجيل حالات وفاة. قرش الثور من المفترسات اللي قدرت تتكيف على طبيعة المياه العذبة، لدرجة إنه بيقدر يغامر ويجوب مياه نهر الأمازون بحرية مطلقة، وبيتغذى على أسماك النهر العملاقة وغيرها من الكائنات. قرش الثور من أحد أكثر القروش عنفا ضد الدخلاء. تم تسجيل أكتر من هجوم لقرش الثور على البشر بدون أي استفزازات. لمجرد وجودك في المكان فأنت كده تهديد. بيمتلك قرش الثور أقوى عضة بين كل القروش اللي بتكون في نفس حجمه. ممكن يوصل وزنه ل 250 كيلو، وطوله ممكن يوصل لحد 3.5 متر. الأناكوندا الخضراء مع وزن بيصل ل 250 كيلو وطول من 6 إلى 9 أمتار تعتبر من أكبر أنواع الثعابين في العالم، ومن حيث الوزن فهي الأتقل بين كل تعابين العالم على الإطلاق. الأناكوندا سباح ماهر وبتقدر تغطس لفترات طويلة جدا تحت المياه، وده بدوره خلاها واحدة من أخطر وحوش نهر الأمازون. بتمتلك الأناكوندا أنف وعينين أعلى الرأس، وده بيساعدها على التخفي في المستنقعات والجداول النهرية. الأناكوندا من الثعابين العاصرة الغير سامة، وده معناه إنها ما بتعتمدش على السم في قتل الفريسة، إنما بتعتمد على الالتفاف السريع وقوة العصر لحد توقف قلب الفريسة، وبعدها بتبلعها بالكامل. فرائس الأناكوندا بتكون عبارة عن خنازير برية وطيور وسلاحف وغزلان. وفي كمان حادث شهير لأناكوندا قدرت تبلع مرعب غابات الأمازون، الجاجوار. الجاجوار هو ثالث أكبر القطط الكبيرة على مستوى العالم اللي بتجوب نهر الأمازون. الجاجوار بيقدر يتحرك بحرية في نهر الأمازون إما عن طريق تسلق الأشجار أو عن طريق السباحة. الجاجوار سباح ماهر وبيمتلك رابع أقوى عضة بين أقرانه من القطط الكبيرة، واللي بيقدر من خلالها إنه يكسر صدفة السلحفاة أو حتى جمجمة تمساح. بيحاول طول الوقت الحفاظ على منطقة نفوذ ممكن توصل لحد 80 كيلو متر كاملين، وبيمتاز ببراعة مدهشة في التخفي أثناء الصيد، وبيتغذى على الأسماك والطيور والسلاحف وحتى التماسيح. والأناكوندا متوسطة الحجم، الكبيرة بيبعد عنها شوية. المواصفات دي بتخلي الجاجوار وحش حقيقي من وحوش نهر الأمازون. أسماك البيرانا الحمراء من أخطر أنواع الأسماك اللي بتصيب الإنسان برعب شديد. على الرغم من حجمها الصغير واللي ما بيعديش 40 سنتي، إلا إن البيرانا بتشكل رعب لأي كائن أو إنسان بيشوفها، وده بسبب تجمعاتها الكبيرة اللي ممكن توصل لحد 100 سمكة. أسماك البيرانا مسلحة بأسنان حادة جدا، قادرة على التقطيع بسرعة شديدة، واللي بتكون عاملة زي المقصات. وبالمقارنة بحجمها الصغير تعتبر عضة البيرانا أقوى من عضة قرش ضخم زي القرش الأبيض الكبير. بتقدر عضات البيرانا الفتاكة إنها تقطع أي حاجة حتى المعادن الواقية من الرصاص. بتمتاز بحاسة شم رهيبة، واللي بسببها بتقدر تشم ريحة الدم من على بعد 3 كيلو متر. وعندهم مستشعرات حساسة جدا بيقدروا يحددوا من خلالها التحركات والتموجات في المياه. أسماك الباكو من أول نظرة ليها هتحس إنها بيرانا متنكرة، على الرغم من الشبه الكبير بين أسماك الباكو والبيرانا، إلا إن ده نوع وده نوع. بتتغذى سمكة الباكو على النباتات والبذور وبعض أنواع المكسرات،
الباكو بتمتلك عضة قوية جدا بالمقارنة بحجمها، وأسنانها اللي شبه أسنان الإنسان قادرة على سحق ثمرة بندق في جزء من الثانية. وبكده نكون خلصنا كلامنا النهاردة. اكتب لنا رأيك في التعليقات عن أخطر وحش فيهم، واعمل سبسكرايب وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، واشوفكم الحلقة الجاية.